هي ايه حكايتنا يا مصريين مع الازرق؟ الفستان الازرق والحبه الزرقاء والفيل الازرق والشغل الازرق. صاحبه الفستان الازرق انسانه اتعاملت ببساطه ونسيت خالص ان في تربص لاي انسان بيعمل اي حاجه بشكل جيد، سواء الحاجه دي كويسه او غير كويسه. المجتمع بتاعنا بقى مجتمع التربص. عايزين نمسك فرصة على بعض، عايزين نعمل مشكلة مع بعض. طب ليه؟ كل الستات بترقص في كل الأفراح. ست صاحبة الفستان الأزرق دي كان في نفس الفيديو في واحدة تانية بترقص معاها، محدش جاب سيرتها ولا اتكلم معاها لأن هي كان رقصها أقل من العادي. لكن دي لأن رقصها كويس جدا وشاطرة بصراحة، وكل الستات واغلب الستات بيرقصوا في الافراح. انتوا ما بتشوفوش افراحكم؟ في ناس كتير لما بتبقى فرحانه ما بتقدرش تسيطر على روحها، والموسيقى بتاثر معاها بشكل شديد شويه. يعني في ستات لما تسمع المزيكا ما بتقدرش تمسك نفسها، وخاصه لو كانت هي عايشه حاله نفسيه من الفرح. الفرح حالة زي حالة الانهيار، عاطفة زي أي عاطفة، زي عاطفة الحزن. لما يبقى حد حزين وبيصوت وبيصرخ بنقول ده معذور، تعبان وحزين. كمان برضو لما يبقى حد فرحان بيبقى مش عارف هو بيعمل ايه. فالتعامل ببساطة وبتلقائية وبفرحة وعدم التحكم في مشاعر الفرح والحزن ده موجود في كل البشر، مش جريمة. مش جريمة، لكن الجريمة ان احنا نقف لبعض على الوحدة. التربص السنة اللي فاتت كان في 12 يناير في سنة 2022 كان قصة معلمة المنصورة اللي رقصت في مركب نيلي واتفصلت من الشغل واتطلقت من جوزها، وكل الدنيا تعاطفت معاها. السنة دي صاحبة الفستان الأزرق. وفي يا جماعة يعني ليه التربص؟ ليه التربص؟ هو أي حد يصور أي حد؟ ليه ما فيش قانون يحرم التصوير ويجرم تصوير الستات؟ دي ست رقصت في فرح، مش رقصت في الضلمة، دي رقصت في النور. احنا كده، احنا مجتمع المستور ومجتمع المستخبي. لو الست دي رقصت في الضلمه وفي المستخبي وكانت بتعمل حاجه غلط ومحدش حس بيها، ما خلاص ولا كأن حاجه حصلت. لكن علشان رقصت في العلن وفي فرح وعبرت عن فرحتها بطريقتها الخاصه، كل واحد حر في التعبير عن مشاعره. هي كانت فرحانه وعبرت عن فرحتها. ما كل الستات بترقص؟ ما كلنا بنرقص في الافراح؟ ولا يا عيني بس عشان دي حد تربص لها؟ انا برضو بقول رسالة لزوجها، المفروض انت تحاسب اللي صور مراتك، مش تطلق مراتك. هي فين شهامة الرجال؟ وبعدين انت كنت فين لما هي راحت الفرح؟ لو انت مش عايزها ترقص بالشكل ده ما روحتش معاها الفرح ليه؟ ولقيتها بترقص كنت قول لها لا كفايه كده، وما اديتش حد فرصه ان هو يصورها. هي غلطت علشان بتعبر عن مشاعرها؟ هي ما غلطتش. انا شايفه انها ما غلطتش. انا شايفه ان هي ما غلطتش. واحده، اصل الفرح زيه وزي الحزن، لما ده عاطفه وده عاطفه، الانسان ما بيقدرش يتحكم فيها، مشاعر ومشاعر. لما يبقى حد حزين وبيقطع في هدومه وزعلان، احنا بنقدر نعمل معاه حاجه؟ بنقول سيبه، ده زعلان. برضو الفرحان ده ما بيبقاش على فكره عنده ادراك. يعني احنا لما بنبقى في افراح وبنشوف صورنا واحنا بنرقص كلنا نرجع نقول هو انا عملت ده؟ هو انا كنت في الحاله دي ازاي؟ والكلام ده حقيقي وكتير. يعني الكلام ده حقيقي وكتير.